هذه ندوة صحفية تعقدها تحالف شباب ملكي حركة فيسبوكية. غنحاولوا نوضحوا لكم الصورة أو ما يعرف بالحدث ديال قضية صحيفة أخبار اليوم. غتشوفوا دابا واحد الفيديو غنطرحوه حول المداخلة ديال السيد توفيق بوعشري الجزيرة. تفضل. كما لاحظتوا بأنه عندنا بالبلطجية عندنا بأن مدججين بالعصي بالسلاح حاملين النار وجايين نهجموا على المقر ونحرقوه. دابا غنشوفوا الحقيقة ديال الفيديو بالصور ديال الوقفة كيفاش داز وكيفاش كانت شكون كان فيها الوقت اللي كانت فيها. ونبغي نركز على واحد المسألة بأن نهار الحد ما غيكونش الجريدة مفتوحة، يعني ما غيكونش الناس الطاقم كيفاش حنا غنمنعوا الطاقم وديك العمارة أصلا عندها 4 بيبان. دونك نشوفوا الفيديو تاع حقيقة المسيرة كيفاش دازت وكيفاش كانت وهي موثقة من البداية ديالها ديال الآخر ديالها وفي هذه الساعة.
متخفي خايف. مسكينة الناس محاولة اقتحام. صحيح هما قالوا عدة نسخ. كانت متوسطة كانت متوسطة. أنا أطفال يتكلم عليهم في الباسلين أين هي اقتحام أين هو العصي والهروات بدون مجهود. اختفوا الإخوان الصحفيين باسل أين نخليكم تختفوا باسل. أنا أقول صح. اختفوا باسل كنتم تشكون الشكوى. الإخوان باش نسالي الفيديو اللي الساعة الوقفة كلها ولا نكتبوا سقط ولا حاول تعطينا الخطأ الأخيرة. عطينا الخطأ. هذوك الأطفال اللي في الصورة الأبناء ديال الأخ اللي جاو يتضرروا معاهم. يعني ما كاينش أطفال من غير الأبناء ديالو العائلة ديالو صغار. لو كان العيسى يتعدى ما يقدرش يغامر بولادو يجيبهم. عطينا الخطأ.
سبيل الحرب. دونك تنكتفي بهذا القدر هذا. غنقدم دونك سينا الدين تنكتفي بهذا القدر هذا. تشوفوا المسيرة قدامكم كيف داز، يعني ما كاين لا محاولة اقتحام، لا محاولة إحراق، لا هروات، لا أطفال استغليناهم. مسيرة شوف فيها جميع المتطلبات القانونية ديالها، مرات بسلمية وانتهينا وكل واحد مشى بحال سبيله. المسيرة كما قلنا كانت مسيرة تضامنية مع الأخ محمد الدالي، وهو مستثمر من الديار الإيطالية. بعد ما قضى 18 سنة في الديار الإيطالية جا استثمر في البلاد، خارج من ناحية واحد القضية ديالو بأنه عنده واحد المشكل مع السيد الحاقد وهو مغني حركة 20 فبراير. المشكل الآن في القضية راه في القضاء، هاد الناس حاولوا يشوشوا على القضاء، خرجنا تضامنا مع الأخ، كانت الوقفة كما قلنا سلمية. غنخليو الأخ سي محمد الدالي يتكلم على القضية ديالو وعلى الأمور اللي جينا نتضامنوا معاه فيها. النقطة الشيء النقطة اللي تنسلم عليه هو النقطة باش هو صحفي يعني باش تفهم المعلومة. هذه الوقفة ما كانش غير تضامني امام محمد الدالي، كان ديال الشعب المغربي كامل الذي نعيت في بلطاجي. شكرا. لا باش تفهم المعلومة. ندواتي صحفية في جامع الصحفية الإعلام في السلطة باش تعرف القضية. بخصوص ان الاستاذ بوعشرين فاش قال الكلمه ديالو في الجزيره كانوا المغاربه خارجين باش كيحتفلوا بالانتصار ديال الفريق الوطني ورافعين الاعلام حتى هما وصلوا لصاحب الجلاله. فهل هذا هو يتحاس مغربي راه تحاس كل شيء. محمد الدالي حنا مضافين معاه من اول يوم تضرب فيه، ماشي دابا عاد ضربنا. القضية يعني خليو الكلمة محمد الدالي. مناقش الشعارات اللي كنا كنهزوا. أولا دخلتها أستاذ إسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنرحبوا بالاخوه الصحفيين. معكم الاستاذ اسحاق شاريه محامي بهيئه الرباط، احد اعضاء المؤسسين لحركه التحالف ديال شباب الفيسبوك، اللي هو مجموعه كيضم مجموعه من الحركات الفيسبوكيه. المعاناه نبغي نوضح للاخوه الصحفيين ان معاناه هذا التحالف وهذه الحركات الشبابيه التي اختلفت مع حركه 20 فبراير لم يبدأ، ليس وليد يوم، وإنما هو منذ خروج هذه الحركة إلى الوجود، ومنذ بداية مواجهتها لحركة 20 فبراير واختلافها معها، مواجهة اللي هي دامت منذ 7 شهور وكانت بواحد الطريقة سلمية حضارية. كنا كنقوموا بعمليات توعية في الأحياء الهامشية للشباب بمخاطر الفقر، بمخاطر انعدام الاستقرار في المغرب، بمخاطر هذه الحركة ديال 20 فبراير. للأسف فوجئت الحركة بالتحالف بتعتيم إعلامي، الأمر الذي أدى يوم 27 مارس بقيامهم بوقفة صامتة أمام مجموعة من وسائل الإعلام. كنا دائما نتوسل إلى وسائل الإعلام أن تعطينا لا الرسمي، لا الإعلام الرسمي للأسف، ولا الإعلام المستقل الذي تجاهل هذه الحركة وتجاهل مطالبها وتجاهل اختلافها مع سبب اختلافها مع حركة 20 فبراير. نعدنا بأبشع النعود، رغم أن فينا مستثمرين أجانب، فينا دكاترة، فينا شباب مهندسين، فينا شباب موظفون. نعدنا بالبلطجية، نعدنا بالشنكرة، نعدنا بالمأجورين، نعدنا بعملاء المخزن. وهذه وسيلة كان يبتغى منها إبقاء صوت واحد في الشارع، اللي هو صوت شباب 20 فبراير، وتكميل جميع الأفواه المخالفة
لحركة 20 فبراير. ليس الاحتضان الإعلامي ديال 20 فبراير فقط الذي حظيت به، وإنما احتضان حزبي، احتضان من رجال أعمال، بينما بقي الشباب المختلف مع هذه الحركة رهين إمكاناته البسيطة، ورهين المعاناة ديالو مع وسائل الإعلام، ورهين تكميل الصوت ديالو. الآن تساؤلنا العريض هو: لماذا محاولة إقصاء الشباب المختلف؟ وهل هناك إرادة لتكميم الأفواه المختلفة وإبقاء صوت واحد المطالب بالإصلاح اللي هو صوت حركة 20 فبراير؟ على هذا الأساس كانت هذه الوقفة الثانية بعد وقفة 27 مارس، الوقفة الثانية اللي جاءت بعد مجموعة من المراسلات التي قاموا بها الشباب لجريدة أخبار اليوم، يقولوا له فيها نرجو منكم أنكم توضحوا، احنا ماشي بلطجية، احنا حركة عندها مطالب، احنا حركة عندها اختلافات مع 20 فبراير، قواعد الصحافة تقتضي مبدئيا منح الرأي والرأي الآخر. واقعة الأستاذ وصفها جريدة أخبار اليوم على أنها محاكمة مغني وزجال حركة 20 فبراير التهمة ضرب بلطجي. الأخ مستثمر، الأخ من الجالية المغربية اللي شاف الحراك الدستوري، تعاطف مع الدستور، وصف بالبلطجي. العدد ديال الجريدة هو جريدة يوم الاثنين الصادرة في 2/9/2011، جريدة أخبار اليوم. إذا بعد هذا التراكم ديال وصف المختلفون مع حركة 20 فبراير بالبلطجية، وصف قضية الأستاذ بأنه بلطجي، كان من الضروري أننا مادام الأستاذ توفيق بوعشرين يدافع عن حرية التعبير في المغرب، يدافع عن حرية الرأي، عن حقوق الإنسان، مارسنا حقنا المشروع في الوقوف على بعد 8 أمتار من باب هذاك اللي يفاجأ بضجة إعلامية ثانية بطريق العدالة والتنمية يطالب بإجراء تحقيق في هذا. نحن نطالب بهذا التحقيق، والإخوان سيتقدمون بدعاوى قضائية ضد هذا السيد هذا الذي حاول التأثير على القضاء بهذه المقالات، اللي حاول يعوج مسار القضاء ويحول الضحية إلى مجرم ويحول المجرم إلى ضحية، وكأن حركة 20 فبراير هي حركة من المنزهون، هي حركة من الملائكة، هي حركة من الناس الذين فوق القانون، ويمنع أي منع من المساس بأي واحد فيهم أو متابعته، وكأنها الدولة هي دولة ما فيهاش قانون، ما فيهاش قضاء، ما فيهاش دولة الغاب. حركة 20 فبراير لها الحرية بالاعتداء على أي كان، بسب أي كان، بقتل أي كان، وهي منزهة كلها. هذه هي يعني الإخوان تصرف يمكن وضعه ديال إحراق الجريدة بين مزدوجتين، ولكن هو نتيجة ديال 9 أشهر من القهر، 9 أشهر من الحملة، نتيجة واحد الضغط اللي هو هائل. نعطيكم الكلمة للأستاذ اللي غيوصف السبب ديال الوقوف ديالو أمام الجريدة ديال أخبار اليوم، خصوصا أنه من المعنيين المباشرين بهذا القضية. السلام عليكم، وتنشكر كل ما صار. أنا اسمي بلال محمد، ملقب محمودة في الطلياني. أنا مستثمر في الديار الإيطالية، كنت مهاجر في الديار الإيطالية 18 سنة. دخلت كنت تلعب كرة تما، أولا تلعب رياضة، والرياضة أخلاق، لأن كل كان شي حاجة في الأخلاق ديالي سيئة. ما نبقى نمارس الكرة 18 عام في إيطاليا، نتوما عارفين الغربة والدول الأوروبية. أول حاجة تنشكر كل ما تضامن معايا وتضامن مع كل مواطن في قطر. هذه الوقفة هذه راه ماشي عليا، حنا وقفة الجميع. هذه تنشكر
الاخوان اللي سهروا واللي ساعدوني معنويا. كاينين الاخوان عاونوني معنويا وتعاونوا معايا وشدوا بيديا، حيت انا كذب على الله حرام ما كنعرف السياسه والو. انا مشيت للطاليان درت جمعت شويه فلوس ديال استثمرت، ما والله يقسم بالله عليا ما كنعرف حاجه في السياسه. هاد الجريده هذه بغات تحكموا في واحد المحيط ما عرف فيه انا والو. اول حاجه انا هذا السيد هذا المدير الملقب بالحاقد تعدى عليا هو ومجموعه ديال الاصدقاء ديالو، ماشي في وقفه احتجاجيه ديالهم كل كانت وقفه كل ضربني في النهار في وقفه احتجاجيه ديالهم، مازال نقول ضربني 20 كرايه. هذه قضيه مواطن مع مواطن، هما بغا يدخلوا فيها السياسه. ضربني يوم الجمعه اللي ما كاين هو ساكن قريب ليا، هذه عاد تصفيه حسابات اللي هما بغا يدخلوا فيها السياسه. انا اولا درت اجراءات قانونيه بمساعده السيح اللي قام على اجراءات كامله وتنشكره وتنقول لكم واحد الثقات لهذا السيد، لان تنشكر الاخوان كاملين لان تعرفت عليهم وجاتني واحد الغيره بان كاين رجال في هذه البلاد، لان السياده ديال هذه البلاد هي الرجال بحال وجهكم وعيالات. اللي كاين رجعوا القضيه ديال هذه بان السيد تعدى عليا، مشيت درت الاجراءات القانونيه ديالي، جيت ضربني طحت جات لامبولونس داتني. الامور غدا في الطريق قضاء ولا غير يحكم بيني وبين هذا السيد. كان ضربني راه ياخذ الجزاء، كان ما غيضربنيش راه غنتابع انا مشيه كاذبه. كل واحد قانون راك عارفين كيدير في المغرب الحمد لله. القضيه دخلت فيها السياسه تفاجأت بهذا اخبار اليوم. جات عندي الزوجه ديالي قسمتهم بالله عليا، جات عندي الزوجه ديالي السبيطار تتبكي. انا الاب ديالي استاذ متقاعد جامعي، الوالده استاذه الله يرحمها، خوتي 6 دكاتره، انا بوحدي اللي ما قريتش. نجيكم من الاخر ما قريتش، انا مشيت صغير نلعب في الرجاء، مشيت للطاليان لعبت كره بقيت نجمع فلوس ديال يقسمتهم بالله عليا مع عمر الكارو ولا الشراب جا فمي. ما تنقصش من الناس اللي تيكونوا، كل واحد الله يعفو عليه. يعني انا اللي تنقول لكم انا مستعد اي واحد عنده شك فيا يدير لي تحاليل. اللي كاين هو تتفاجئ الزوجه ديالي جات لي هذه ولقيت انتقادات من عند العائله ديالي كقارين اللي تيقولوا لي اش دخلك حتى هادشي فيهم. لا حيت هما نوهوا انت راك عارف الصحف الحمد لله نوهوا ولاو تيسحبوني. انا دخلت المعركه، انا كديز بالطوموبيل ديالي تلقاو لي عائل حيت شافوني هبط المحيط مع الاصدقاء تنقول نعم للدستور عشان مالك. هل كل ما هو قال نعم للدستور عشان ما يكونش الدول الطالي انه بلطجي حرام على الله. انا نقول لكم قصه اخرى في الطاليان. انا في الطاليان كنت نلعب كره ثانيه تنعاودها وتكررها. طالياني عايرني في الماتش، عايرني بالعنصريه. الاربيط طالياني ولد بلادو، كتبت تقرير وعطاوني حقي. جا السيد اعتذر قال لي عقل انا في بلاد المهجر خدت حقي معنويا وفي بلادي نتهم بهذا الشيء. ولا الغالب في الامر هو ما كان ولا تحريك ساكن لولا الاخوان اللي عندهم غيره على البلاد وعندهم غيره على الشباب. دونك تشكرك الاخ وندوزو الكلمه للاخ. وتنشكر الجميع والله يكثر خيركم. الاخ عزيز يوبي وهو اللي طلع في الصوره وتهموا ببلطاجي، غاز الجورنال اللي كان تيتحرق وتهموا ببلطاجي. اخ يتكلم على نفسه. السلام عليكم، مرحبا بك اخوان. تنحيي جميع الاخوان اللي جاوا من الدار البيضاء، السي ابراهيم الملكي، السي سعيد، السي اخوان كلهم، الناس ديال الرباط، الاخوان الصحافه. انا تمثل، انا عزيز يوبي من الشباب المقاولين. درت واحد المقاوله صغيره والحمد لله غادي فيها. مزوج، عندي 2 بنيتات، عادي، ما عندي لا سوابق عدليه ولا عندي شي مسائل اللي تثبت بانني انا مجرم ولا تنتعاطى المخدرات ولا تنتعاطى شي مسائل من هادشي اللي كتبوا ليا في الجورنال. وهذا التحمل اللي مشهور لي السمعه ديالي، ضرات بزاف المقاوله ديالي من جراء هادشي اللي داروا لي الصوره ديالي. لانني انا وكي هو راس مالي هو كلشي. لا يعقل بان انا كواحد من الشباب اللي يخرج والاخوان راه تيشهدوا اللي خرجنا وكنا متعرضين بزاف لهاد المسائل هذه ديال شنو نقول لك
تمارس عندنا بزاف ديال الضغوطات من ناحيه الصحافه من ناحيه الامن، لان الامن ما سمحولناش باش نخرجوا نعبروا حتى حنايا، وبزاف المسائل ما خلاتناش، وفي الاخر كنجيو نسموا بالبلطاجيه كما قالوا الاخوان. انا بغيت نعرف غير مصطلح البلطاجيه شنو هو، اش يعني. انا هاد الناس اللي تيقولوا هاد الناس راه بلطاجيه وجابوا هذا المصطلح من مصر تيسموه حنا، انا تنعرف البلطاجيه في مصر راه خرجوا راه قتلوا عباد الله، راه خرجوا بالجمال، خارج على القانون. راه خرجوا راه داروا راه بالسيوف، راه في تونس ولا في سوريا راه اللي تيقول لك يشبهونا بالشبيحه في سوريا راه تيقتلوا عباد الله تما. انا واش غادي يحطوا هذا الاسم ديالي ويشوفوا السمعه ديال اي شاب ملكي، كل واحد كاين طالب كاين محامي كاين دكاتره، واي واحد الاخ ديالنا اللي تيدافع على الدستور تيقول لي انا صوت على الدستور بلا عام، كيف انا بغيت نمارس حقي وتندافع على الصوت ديالي. انا ملي تنخرج المسيره راه تندافع على الصوت ديالي اللي قلت نعم، وبغيت نفعل الدستور ديالي، من حقي ندافع على داكشي اللي صوتت عليه. بالرأي في الرأي والرأي الآخر. انا الا كنت تمارس علي الدوله باني ما نخرجش نضرب مسيره ملكيه باش نعبر على الراي ديالي، وعندي مطالب، انا عندي مطالب ضد الفقر، عندي مطالب لمحاربه الفساد، عندي مطالب للاصلاحات، وهذا الشيء علاش وعندي اليقين بان الدستور الجديد والخطاب اللي خطب سيدنا في 9 مارس بانه كان فرحني بانني هذا الشيء اللي تنطالب به غادي يتحقق، والا تنتفاجئ بناس اخرين اللي تيختلفوا معايا في الايديولوجيه. عندي انا الايديولوجيه ديالي هي محاربه الاصلاح ومحاربه الفساد بالملك ومع الملك. واحد عنده محاربه الفساد الاصلاح عنده ايديولوجيات اخرى، ايديولوجيات الجمهوريه ولا خلاف ولا شي حاجه. انا تلقى راسي نفسي بحالي بحال تنوب على جميع الاخوان الملكيين بالخصوص، واللي تيقول لك انا شباب ملكي فهمتيني اللي هما 30 مليون، وولدي شي الاغلبيه ديالو فتح حماي نهار اللي تهجموا عليا في مسيره ديال فتح حماي، تهجم عليا مسيره ديال 20 فبراير كامله، تهجمت على 5 الاخوان اللي تيربطوا النشيد الوطني، حتى شي صحيفه ما علقات عليها، حتى واحد ما قال لك راه هجوم ديال بلطاجيه 20 فبراير على الوطنيين والملكيين المغاربه الشرفاء. انا برد الغل ديالي برد تشوف الجريده اللي ما فاتت كل صحيفه تبقى تقول لي بلطاجي، برد الغل ديالي في صحيفه شريتها من مالي خاص، شريتها وحقتها حقي من حقك. وتعبير وتنعبر بها بوسيله حضاريه. راه جرائد كبيره في اوروبا والامريكا تحقق، راه ماشي القران، ورايات دول كبرى تحققوا في دول اخرين وما مشات الجريمات عليها. اللي غيسب فينا حنا بلطاجيه ودخلنا قصحنا المقر وقبنا محاولات احراق المقر وتعرضنا الصحفيين ديالهم وطالبوا بالتحقيق. انا هنايا في هذا المنبر باسم جميع الاخوان شباب الملكي تيطالب بتحقيق اخر. اخ ابراهيم الملكي سوى السمعه ديالي، سوى الاخ ديالو تا هو تيطالب دابا بانه باغي يتوقف لان السمعه ديالو تسلخات لانهم باغيين يقدروا يحضروا. شوف ديال امان البراوي، شوف ديال حمزه التلميذ، وكون على يقين بان حتى شي واحد فينا هنايا ما عندوش شي سابقه عدليه. تنتفاجئوا بجميع الجرائد منهم احداث المغربيه، الاخ مختار الزيوي تيكتب باننا حنايا خرجنا مقابل 100 درهم 200 درهم ومقابل قطعه صغيره من الحشيش لا تتجاوز ثمنها 50 درهما ومن اجل مقابل قليمه خمر. فهذا يعقل. المساء تكتب ديالها في قهوه الصباح حتى هي تسمينا بمجرمون وحاملين الاسلحه وعصي. واش هادشي تنستاهلوا من الاخوان؟ لا. جاي انتخابات وغادي نوقفوا على الشباب الملكي في الانتخابات. كيفاش بغيتينا نمشي نصوت على الانتخابات ودابا تنتحطم؟ مشيت ندير صوت في حزب معين وانا تنتحطم. لا يعقل. وعندنا حملات للشباب الشباب الملكي بغى يدير حمله ضد الفساد، بغى يدير حمله شبابيه لمحاربه رموز الفساد ومخالفه الانتخابات المقبله. وتنجي انا تسمى بلطاجي المجرم. عندي امراه، عندي بناتي ملي تقرا الجورنال تقول لي بابا انت مجرم مشيت في المشرع ومشيت في الحشيش ما تشربش. الاب ديالي مش جا شهر على هاد المسائل هذه. عندي اخوان بقيت نتلاقاو والبركه في خوتي اللي تيخرجوا معايا هم اللي عاودوا الاصدقاء. كتشوف طنجة تيضحيو بفلوسهم تيضحيو بوقتهم. الاخوات اللي تلاقينا في طنجة عندنا مشيه تيازا وغادي نمشيو لفاس لان تنسمحوا في وقتنا وتضحيو بمالنا الخاص حتى واحد ما تيعطينيش ريال. عندي طريقات تنخلصهم ومالي خاص وتنخسرو نجيبو تنمشي. علاش؟ هادشي حبا في الوطن.
دونك نخليو الاستاذ اسحاق يقول لنا الاجراءات القانونيه اللي غيتم. البلطاجي انبان من سراق الفيلات. البلطاجي المعنى ديالها هي خارج على القانون. الاستاذ اسحاق الاجراءات القانونيه اللي غناخذوها. إذا كما سمعتم الإخوان منذ على مدى 7 شهور منذ ظهور 20 فبراير هم يتعرضون لأبشع أنواع الإهانة، أبشع أنواع الإقصاء، لأن فعلا مسؤولين. وحنا ملي علمنا على مسيرة 10 أبريل، مسيرة الوفاء ملك وشعب، كنا نريد من خلالها الدعوة إلى ثورة جديدة بين الملك والشعب، ثورة الإصلاح الجديدة. احنا لم ندافع عن الفساد، ولم ندافع يوما عن أي مفسد، وخرجنا بالبيان التأسيسي اللي رفضت أي صحيفة أنها تخرجه، واللي كان فيه مطالب واضحة تبتدئ من أعلى السلطة اللي هي المقتربون من القصر والذين يغتنون على حساب اقترابهم من القصر. كنا نطالب بمحاكمتهم ومحاربتهم. لهذا منعت مسيرة 10 أبريل. لهذا عندما الإخوان ناضوا وأمسكوا وقدموا بالدليل الواضح على فرنسي مع حركة 20 فبراير، مزق العالم المغربي، مزق العالم المغربي أمام مرأى العالم. هذه القضية اللي نضنا عليها مشات في المتاهه المحاكم وما عرفناش نهائيا فين وصلت، وتصوت بواحد الطريقه غريبه. الان نطالب وزير الداخليه بالتحقيق في هذه المساله. انه تحقيق قضيه الاجنبي لا مزقت الرايه المغربيه. اذا كانت وزاره الداخليه تريد ان تظهر نفسها على انها دوله ديمقراطيه على حساب المغاربه الشرفاء، على حساب المغاربه اللي كيضحيوا باقصائهم بمحاكمتهم، مرحبا بالمحاكمه، ولكن الديمقراطيه ماشي على حساب الشرفاء الوطنيين باش يبينوا صورتهم امام العالم بتشويه صورتنا. لا ثم لا، نحن لا نقبل ان نكون حطب النار اللي غتزين به الدوله ليماج ديالها. احنا حركه شبابيه اختلفت مع حركه 20 فبراير، لها مطالبها، تعرضت لابشع انواع الاقصاء، لا من خلال الصحافه، لا من خلال وزاره الداخليه، لا من خلال جميع الاجهزه. ابشع انواع الاقصاء حقنا في الاعلام العمومي. جابوا حركه 20 فبراير جميع الرموز ديالها، ولكن كنا نعلم على ان الدوله باجهزتها بالذين يحمون الفساد خافوا من حركتنا الفتيه. نحن كنا نصارع حركه 20 فبراير مكونه من حركات مؤسسه قبل ان نولد. عدل الاحسان في الثمانينات، النهج الديمقراطي في الثمانينات كذلك قبل ان نولد. ورغم ذلك قهرناها في الاحياء الشعبيه، وقهرناها في جميع الاماكن، ووعينا الشعب المغربي بالمخاطر ديالها. قهرناها عبر الفيسبوك، عبر الانترنت، ما خليناش ناخذ داك الزخم ديالها. لهذا تخوفت منا الدوله المغربيه، لهذا تخوفت من مطالبنا اجهزه الدوله، لهذا حوربنا، لهذا تحالف هذا الاعلام مع الاعلام الغربي. فرانس 24 تي في 5 اللي وصفتنا باننا بلطاجيه، باننا نتقاضى 800 اورو. احنا ما عندنا علاقه باي جهاز، ما عندنا علاقه باي مسؤول من مسؤولي الدوله، لا نحمو اي فاسد من الفاسدين ديال الدوله، بالعكس نطالب بمحاكمتهم. الاخوان كلهم مستقلون عن اي تنظيم حزبي، الاخوان كلهم سجلهم العدلي انظف من البياض. احنا الان بالمقابل نطالب باجراء هذا التحقيق، بالمقابل سنتقدم بدعاوى قضائيه ديال جميع الناس اللي ظهرت الصور ديالهم والذين شوهت سمعتهم. هذه الاجراءات كلها دون ان نذكر على كلامنا اننا ما مزارقينش مع حركه 20 فبراير.
اذا كانوا بهذه الطريقه سيودون يعني انهم يرجعون الوراء. حنا ما مزهقينش، حنا في الدروب، حنا في الازقه، حنا في البراري، نوعيو المواطنين مخاطر انعدام الاستقرار، واللي عنده شي مخططات انقلابيه ولا تمس الاستقرار هذيك مسائله. حنا ما مزهقينش كما كيقولوا الاخوان، ما مزهقينش مع هذه الحركه، متشبثون باستقرار الوطن، متشبثون بالاصلاح مع الملك، متشبثون بتفعيل هذا الدستور الذي امنا به. هذه هي الخطوات النضاليه التي سنقوم بها. نعطيو الاسئله للصحفيين. شكرا للاستاذ اسحاق خالد. الاخوان الصحفيين بغيت شي اسئله، تفضل. تفضل. أعزائي الإسلام اللقاء السياسي ومعرفة الرئاسة. أنا عندي واحد الملاحظة بأن اللي كنشوف بأن تركتوا المجال 20 فبراير كتحرك الصحافة. هذا هو الشيء اللي كان كنا كنتمناو هذه الندوة بحال هذا اللقاء الصحفي كان يتكرر وتكون على صعيد المغرب. ثانيا عندي واحد السؤال وهو واش طلبتوا من الجزيرة باللقاء على الأقل تعطوا واحد الرد؟ واش طلبتوا ولا داكشي اولا خصنا نعرفوا على ان كما قلت ان حركه 20 فبراير مكوناتها مؤسسون قبل ما نتولد العدل والاحسان موجوده منذ زمن. النهج الديمقراطي، حزب الطليعه، هذه المكونات ديال حركه 20 فبراير. اليسار الاشتراكي الموحد اللي احتضن الحركه رجال اعمال كبار مسؤولين مختفون امام وراء 20 فبراير، حزبيين، الاتحاد الاشتراكي، القوات الشعبيه، هذو كلهم كانوا يدعمون حركه 20 فبراير بالمال، يدعمون حركه 20 فبراير بالمال، يدعمونها بالتخطيط، يدعمونها بالاحتضان. احنا اجتماعاتنا كلها كانت في مقهى ظليمه. هذو اللي مدفوعين من عند كلها اجتماعاتهم كلها قهوه ديال ظليمه. مرحبا باي صحفي يجي النص كيتقهوى والنص ما كيتقهواش. شنو الاخوان في الدار البيضاء ولا في طنجه ما يمشوش، في كازا تيجمعوا في الحاوي تاعهم، كل واحد تيخلص على راسو تيناقشوا موظف في الحاوي تيناقشوا. 800 اورو وخلينا نكريو المطر. دونك هذه المساله زياده على الاضطهاد الممارس لا من جهات معينه حزبيه، لا من الصحافه، الاضطهاد النفسي، تهديدات صحافه اجنبيه، كلها تهديدات يوميه من اعضاء الحركه. الاخ اعتدي عليه ضرب والجرح والدماء، الاخ خرج نعم الدستور باعتداءات عليه، تهديدات. الاخ رشيد كذلك، الاخوان كلهم اعتدي عليهم بالضرب. حنا صراحه هم الضحايا الاوائل، زياده على الضحايا ديالهم 20 فبراير اللي تكسرات. وهنا نفتح التساؤل كذلك اللي غادي يفتح تحقيق وكنطلب التحقيق فيه. يوم 20 فبراير وقعت اعتداءات بطنجه، جاو عندي ملفات ديال المقاهي اللي تحرقات جراء هذه التظاهرات، واعطوني ملفاتهم لانني تطوعت بالدفاع عنهم. ومشيت عند السيد الوكيل العام اللي رمى علي الملف ورفض ان يسجل. اذا من يفتح التحقيق؟ وزاره العدل ووزاره الداخليه تفتح التحقيق حتى ملفات ضحايا يوم 20 فبراير الذين منعوا من تقديم شكايتهم كأي مواطن. من يحمي؟ السؤال الاساسي من يحمي رموز حركه 20 فبراير؟ اذا كان المغرب، انا لم اكن اتصور المغرب انه ضعيف بهذه الدرجه، انه يخاف، رغم ان 30 مليون مغربي وقفت بكل صراحه وقالت نحن لن نتحرك مع هذه الاوباش، لن نتحرك مع لان احنا كشباب ما قدرناش جراء هذا الحصار، حصار حزبي، حصار اعلامي، حصار من المسؤولين، اننا نتحركوا اكثر ونطوروا اكثر.
كنا كنقوموا به قبل يوم التظاهره، كنمشيو للحي اللي غادي يقوموا به التظاهره وكنوعيو الشباب وكنوعيو الناس. هذاك هو اللي قدرنا كنوعيو عبر الفيسبوك على حسب احتياجات، على حسب قدراتنا اللي هي بسيطه، جد بسيطه. ملي وقع هذا الحصار هذا، هيسبريس ترفض يعني نقل اي معلومه عنا واي اي نشاط. تصوروا على ان يوم الحدث الارهابي في مراكش نزلنا بمسيره جابوها اليهود، جاوها احبار اليهود، جاوها الناس ديال الكنيسه، بابا ديال الكنيسه، النشاط، بكاو عليه جميع الاجانب. لنفاجأ ان حتى وسيله اعلاميه ما حاولت تنشر، رغم اننا بلغنا جميع وسائل الاعلام وفرغنا 1000 كوب بالفاكس وفرغنا 1000 كوبي على ديال النشر. ما كنعرفوش، كنتسائلوا. لا قلت ليه جات التظاهره ديال حركه 20 فبراير جميع وسائل الاعلام نقلتها، رغم ان كانت فيها عنف، رغم ان كان فيها جميع انواع السب، كان مساله غير حضاريه. كل هذا يجعلنا مخاطرين. بالنسبه للجزيره، الاخوان راسلوا الجزيره، سيرسلون لهم فيديو وحقيقه ما وقع، ونحن نطالب الجزيره ان كانت فعلا مجله او لا اذاعه تحمي الراي والراي الاخر ان تعطي الصوت الاخر لهذا. كما نطالب جميع وسائل الاعلام مع احترامنا للاعلام انه كما يقول حركه 20 فبراير التي لا نعاديها عنفا ولكن نختلف معها اختلافا فكريا. كنا نتمنى فعلا ان المغرب الحالي انه يوضع حراك الشبابي حقيقي، وانه يعطيه الراي والراي الاخر. وهذا الاختلاف الذي لا يفسد الود اي قضيه، نحن لم يثبت علينا قط منذ خروجنا ضد حركه 20 فبراير ان سيلنا قطره دم وحده. صحيح كنا كنخرجوا ضدها، كنخرجوا في مواجهتها، ولكن بجميع الوسائل السلميه وامام اعين الصحافه، امام اعين رجال الامن، امام اعين، حتى عندما كانت بعض الحركات منا اللي هي حركات شويه متشدده وكتدعو العنف، كما عندهم حركات متشدده تدعو الى اسقاط النظام، حنا حركاتنا المتشدده ضربتهم بالبيض، وهو وسيله ضرب بها الرؤساء ديال الدول الاجنبيه باش تعرفوا على اننا مؤمنون بان الدم او العنف نحن نرفضه، يعني رفضا باتا في جميع التظاهرات. شكرا. سؤال اخر. في سؤال؟ تساؤل تحول السريع. اخوان ما سمعتوش على الادله. انا عندي وقفه حيت عيط الاستاذ قال لي كاين واحد الوقفه على اخبار اليوم. انا اغتنم الفرصه بان تمشي قانوني. جاو معايا اصدقاء ديالي باش نديروا وقفه على قبل ما سماني بالفلطاج. هو وقف على قضيه وانا وقفت على قضيه. سأدير 2 وقفا على قضيتان، وهي وقفة واحدة بالتنعيت بالكذب عليا والاتهام آخرين بالبلطاج. دونك شكرا. عادي تصور طلعت الصورة كان الناس من البلطجية. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عندي مداخله جد في صوتيطه، وانني خرجت في الجريده ديال العدد الاولى اللي كنت فيه بالبلطجه. انا عادل ابراهيمي 27 سنه، étudiant de deuxième année du master management des affaires. هذا السيد هذا دعتني بالبلطجي والشنكار لانني احمل صوره جلاله النبي، ولانني تضامنت مع الاخ الذي نعيت بالبلطجي والشنكار او سي با الكا. دونك انا تتحمل استاذ بوعشرين السلامه ديالي الجسديه والسلامه ديال العائله ديالي، وكنطلب من السلطات تدخل في هذا الامر هذا لانهم نشروا الصوره ديالي بدون ما يطلب الاذن، وهذا كنظن انه يعاقب عليه القانون. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. أحيي الصحافة اللي معنا اليوم، صحافة الشرفاء، لأن ما دامت قد حضرت معنا فهنا تصحح نظرة ربما كنا قد اكتسبناها من خلال ما عانيناه في الشارع، وهي أن هذه الصحافة أوحت لنا بأن هناك أناس شرفاء يريدون نقل الحقائق كما هي. كما رأيتم في الفيديوهات
واضحة ولكنها لا تنقل. أني حاجة في نفس يعقوب هذا ما لا نعلمه، ولكن كل ما ندينه الآن، لأن كل شيء تكلم عنه الإخوة، أدين وأقول أدين ثم أدين نظرة ب20 للمرأة، النظرة الاحتقارية. في وقت قد أعطاها جلالة الملك كل حقوقها كاملة مكتملة، وقد فاقت بذلك دول أوروبية أخرى. عاش الملك. وبذلك ب20 قد ضرب الديمقراطية وضرب كل حقوق الإنسان وحقوق المرأة عرض الحائط. وقد تقدمت الحركات النسائية للشباب الملكي بتنديد واستنكار سنقدمه لسيادتكم. المرأة هنا لقد قال في مقاله نساء فقيرات وأطفال، نساء فقيرات وأطفال. إذا قلنا فقيرات فهي إهانة، لأن الفقر ليس عيبا، وفيها ما خفي فيها كما أعظم، وهي ما دام فقيرات لأنهم ارتشوا لينزلوا إلى الشارع وليقولوا كلمة الحق. هذا الفيلا النصراني بعدا هذه شوف الفقر ليست منا وقد مست المرأة نفسيا واضطهدت نفسيا من ب20 ومن صحيفتي. فأنا الآن أطالب برفع قضية لرد اعتبار المرأة المغربية في عصر محمد السادس. لم تعاني اضطهادا نفسيا واحدا، لأنها مست في شخصها كبلطجية أولا، ومست في أبنائها، ومست في زوجها، وفي أخيها، وفي أبيها، وفي كل من قال الله الوطن الملك. كلمة أخيرة سي أمين البارودي. سي أمين البارودي تفضل الأخ غني عن التعريف بطريقة مدينة بلطاجي فرنسا 24 بلطاجي. هذا هو القائد بلطاجي. بلطاجي باسبور. لا تكير فلان. راه كاين شي الصباح بارود كيديروا بارود. أنا البارودي 30 سنة دبلوم توبوغرافي جيومتري. حاليا تشتغل في مركز الاتصال coordinateur entre les clients suisses et les clients marocains. أولاً نبغي نقول هي الصحافة الأجنبية، الصحافة من التلفزيون. التلفزيون درت معنا واحد اللقاء اللي بغات لقاء مع الشباب الملكي، درت لقاء مع شيخ فضيل، درت لقاء مع شباب الملكي، درت معنا يوم كامل من 9 الصباح حتى من النصف مساء. وفاش داروا الدوكيومونتير ديالهم في التلفزيون صوروا كاع الحقائق. ردونا اننا حنا تنشتغلوا مع الدوله ولا الدوله تتمولنا باش نديروا لي تراك ديالنا، وردونا ان تنقول الناس صحه يدونا عامل الدستور. وقضيه اخرى ان فرونس 24 قالوا في واحد البرنامج قالت باننا تنتقاضاو envoyé spécial. تنتقاضاو 100 اورو بار جور، وفرونس 24 كانت تنتقاضاو 800 اورو في الشهر. لذلك تنطالبوا وفاش وباري ماتش ملي خرجت في واحد التصويره باننا ردوا لهم الشباب 20 فبراير، والاخت اللي مصوره معها التصويره مشاو للملكي، حيت الاخت اللي مشاو ب 20 فبراير مشات لنقابه الصحفيين وجات بوزات بلان وخداو لها بحقها. فاش مشيت انا والاخوان مشينا لنقابه الصحفيين خلاونا جالسين شي نص ساعه، ومن بعد قلنا سيروا تنتصلوا بكم لحد الساعه مازال ما توصلنا حتى شي رد. تصيفطوا لي زيميل باري ماتش، صيفطنا الاكسبريس، صيفطنا النقابه لحد الساعه. بغينا نفهموا شنو هذا التعتيم الاعلامي علاش، بغينا حقنا في الاعلام تاعنا شي شويه ويعطيونا حقنا تاعنا بحال 20 فبراير. والمساله ديال الوالدين اغنياء الرباط، ايوا اغنياء الرباط الرباط الاول
هادشي كامل ولات الاخ اسحاق وتيموني بقنينات الخمر والحشيش. كتباتوا صحافه انا كتباتوا هو اغنى اغنياء الرباط كندافعوا على الفساد. كندافعوا على الفساد، انا ابن احد رموز الفساد تندافع على الفساد. الوالد ديالك شكون واش كان تعمل؟ كان الاب متقاعد حاليا كنخدم في العراق في العراق ديريكسيون ريجيونال ديال التصرف والاميناجمون، وحل متقاعد ومربي بيت يعني وساكن في يعقوب منصور، ما ساكنش في السويس ولا ساكنش في الحريه. شكرا اخوان الصحفيين ونتمنى بان تبقى بيناتنا اتصال.